اليوم معكم منصف في درس جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نتعلموا خطوه بخطوه، وغادي نشرح لكم بواحد الطريقه اللي مختصره وسهله باش يقدر كل شيء يفهم الدرس. غادي نعطيكم احسن انديكاتور او احسن فلتر، ورا ان شاء الله غادي نحاول نحط السلسلات ويكونوا متابعين وتكون عندكم واحد النظره واضحه على الشموع. على بركه الله نبدا. الدرس ديال اليوم هو الكاندل بروفايل. غادي نقراو فيه على الشمعة كيفاش كتكون عندنا في اللاور تايم فريم، شنو كيوقع في الداخل ديال هاد الكاندل باش في الاخر تفورما لينا هكذا اوبن لو هاي كلوز. وإلا كنا بيرش غادي تكون لينا اوبن هاي لو كلوز. كيكون البرايس دار لي هنايا الافتتاح الاوبن، هبط عكس الاتجاه باش يكري اللو، عاد كتبدا الموف الحقيقيه كنكريو بها الهاي وعاد كنهبطو كنديرو الكلوز. وهاد العمليه هادي في اللاور تايم فريم كيفاش كتكون لينا بالاميد: اكيميلاسيون، مانيبيلاسيون، اكسبانشن، ديستريبيسيون. كنديرو الكلوز. ندوزو نشوفو البرايس اكشن في اللاور تايم فريم. عندنا بوليش كاندل ديال الديلي على اليمين، وعندنا اللاور تايم فريم ديال 30 دقيقه. وهنا كنشوفو في اللاور تايم فريم باللي البرايس دار لينا الاوبن وبدا بالاكيميلاسيون، من بعد جاتنا المانيبيلاسيون، عاد دخلنا في الاكسبانشن، من موراها درنا ديستريبيسيون وكرينا الكلوز. درنا الاكيميلاسيون، والاكيميلاسيون باش غادي كتسالي بالمانيبيلاسيون. باش كدوز المانيبيلاسيون كتجي الاكسبانشن، من بعد ما كدوز الاكسبانشن وكتجي بالتارجت كندخلو في الديستريبيسيون باش نكريو الكلوز. اذا كخلاصه فراه هاد الشموع اليابانيه الطريقه اللي مصنوعين بها، مثلا كانت عندنا كاندل بوليش شمعه خضراء، فراه ضروري تكري لنا اوبن لو هاي كلوز. وإلا كانت عندنا شمعه بيريش فراه ضروري نديرو اوبن هاي لو كلوز. والسميه ديالها هي الهاي بروبابيليتي كاندل ستيك بروفايل، اولا الهاي بروبابيليتي كاندل ستيك باترن. هذا هو الاسم ديالها. وهاد الكاندل هادي هي اللي خصنا ناخدو فيها لي تريد وكتكون الصفقه ديالنا ناجحه، حيت في اللاور تايم فريم كيكون فيها البرايس اكشن هاي بروبابيليتي كونديشن مفورميه بالطريقه الصحيحه اللي مصنوعه بها هي. وهذه هي اللي خصنا ناخدو فيها الصفقات ديالنا، حيت كتكون هاي بروبابيليتي كونديشن. غادي ندوزو لاهم شيء في هذا الدرس واللي بغيتكم تركزوا معايا فيه مزيان. غادي نشرح لكم هاد الكاندل هادي كيفاش كتكون في اللاور تايم فريم، وغادي تعرفوا باللي عندنا واحد البروفايل اخر باش كتكريا لينا هاد الهاي بروبابيليتي كاندل. عندنا كاندل اخرين ماشي ديما الكاندل كتكريا باوبن لو هاي كلوز. الا كنا بوليش غادي نقراوهم، غير دابا غادي نركزوا على الهاي بروبابيليتي كاندل، وغادي نشرحوا هاد جوج بروفايلات كيفاش كيتكونوا في اللاور تايم فريم. يلا ركزوا معايا نبداو. دابا غادي نشرحوا البروفايلات ديال الهاي بروبابيليتي كاندل، ومن موراهم غادي نشرحوا البروفايلات ديال اللو بروبابيليتي كاندل. وباش نفكركم باللي علاش كنقولوا ليها الهاي بروبابيليتي كاندل، حيت هي في الاصل مصنوعه بهذه الطريقه. الا كنا بوليش خاصها دير لينا اوبن ونهبطوا عكس الاتجاه نديروا اللو، عاد كنشدوا الطريق الصحيحه باش نكريو الهاي، وكنديروا ديستريبيسيون باش كنكريو الكلوز. وكيف ما شرحنا باللي هاد العمليه في اللاور تايم فريم كتفورما لينا بالاكيميلاسيون، مانيبيلاسيون، اكسبانشن، ديستريبيسيون. دابا غادي ندوزو نشرحوها في الشارت نشوفو كيفاش كتكون. كنبداو بالاوبن، كنأكيميليو في الاوبن، كنديرو مرحله التجميع، من بعد كنهبطو عكس الاتجاه باش ناخدو السيوله ديال مرحله التجميع، وهذه هي اللي سميتها المانيبيلاسيون. كنكونو غاديين عكس الاتجاه باش نكريو اللو القاع ديال الشمعه. من بعد ما كتسالي المانيبيلاسيون كندوزو للاكسبانشن باش نشدو الطريق الصحيح ونكريو الجسم ديال الشمعه. والهدف ديال هاد الاكسبانشن هو انه تجيب لينا السيوله، وتاني حاجه هي تكري لينا البادي ديال الشمعه، الجسم ديال الشمعه. ثالث حاجه كتكون شاده طريق وحده
يا طالعين يا هابطين، يا بوليش يا بيريش. وثالث حاجة هو أنه البرايس أكشن فيها كيكون لو ريزيستنس، كيكون كيتمشى سريع. إذا أنت كتريدر إلا كنتي كتفكر باش تاخد صفقة، فراه أحسن بلاصة غادي تاخد فيها الصفقة ديالك هي الإكسبانشن. دابا غادي نشرح لك كيفاش تقدر تدخل وتاخد الصفقة ديالك وسط الإكسبانشن. أول حاجة تسنى حتى تسالي الاكيوميلاسيون، وخصك تسنى حتى تسالي المانيبيلاسيون وتبان سمارت ماني ريفرسال. عاد فاش غادي تعطينا الاشاره ديال الاكسبانشن، اول صفقه غادي تكون عندنا هي تحت الاوبن، وثاني صفقه غادي تكون عندنا فوق الاوبن، وفي الخروج ديالنا غادي نخرجوا في وسط الاكسبانشن في الجسم ديال الشمعة. دابا غادي نشرح لكم علاش خصنا ضروري نخرجوا في الاكسبانشن، حيت كاين واحد اللوجيك. الا دخلنا تحت الاوبن فراه خصنا نخرجوا في البريميوم، حيت الاغلبيه عارف غير البريميوم والديسكاونت ديال الرانج، ولكن عندنا واحد البريميوم والديسكاونت اخر اللي هو ديال الشمعة. فمثلا عندنا شمعة بوليش، فراه اي حاجه تحت الاوبن فراه هي ديسكاونت، واي حاجه فوق الاوبن فراه هي بريميوم. وحتى الاوبن ديال الكيلزون كيخدم بنفس اللوجيك، اي حاجه تحت الاوبن فراه هي ديسكاونت، واي حاجه فوق الاوبن فراه هي بريميوم. انت الدور ديالك هو التارجيتي اول باي سايد ليكويديتي عندك في البريميوم. اذا انت فاش كتكون داخل تحت الاوبن فراك كتكون داخل في الديسكاونت، وفاش كيكون البرايس طالع فوق الاوبن فراه كيكون في البريميوم. اذا فراه اي منطقه فوق الاوبن فراه خصك تخرج فيها لانها بريميوم، يقدر البرايس يريفيرسي فيها. دابا غادي ندوزو البروفايل الثاني ديال الهاي بروبابيليتي كاندل، كيفاش كيتكون في اللاور تايم فريم. نبداو كيف ما قلنا في البروفايل الاول، فاش كتكون عندنا كاندل بوليش فراه ضروري البرايس خصو يهبط هو الاول تحت الاوبن باش يكري اللو، عاد من بعد كندوزو نشدو الطريق فوق الاوبن باش نكريو الهاي. هاد البروفايل هذا كيدير العكس ديال البروفايل الاول، كيبدا مانيبيلاسيون كيطلع فوق الاوبن هو الاول، كياخد لينا اول باي سايد، عاد من بعد كيقلب طريق باش ياخد السيل سايد باش نكريو اللو ديال الشمعة ولا اللو ديال الكيلزون اللي عندنا في هذا المثال الاوبن ديال 9 ونص. حتى كناخدو الباي سايد ليكويديتي والسيل سايد ليكويديتي، عاد البرايس كيشد الطريق الصحيح وكيكري الهاي. هاد البروفايل فاش كيدير الاوبن فراه ضروري كيبدا بالطلوع، ماشي بحال البروفايل الاول. في البروفايل الاول كيبدا بالهبوط، وهذا كيبدا بالطلوع. كيدير الاوبن كيطلع النيشان ياخد لينا اول باي سايد ليكويديتي، تاني حاجه وكيهبط عكس الاتجاه باش يكري لنا اللو ديال الشمعة، عاد من بعد كيدخل في الاكسبانشن وكنكريو الهاي. وهذا البروفايل في اللاور تايم فريم كيبقى هاي بروبابيليتي كونديشن، غير هو الاغلبيه ديال المتداولين كيخسروا فيه، حيت ما عارفينش باللي عندنا جوج ديال البروفايلات في الهاي بروبابيليتي كاندل. واحد كيبدا بالهبوط عاد كنشدو الطريق باش نكريو الهاي، والثاني كنديرو الاوبن كيطلع كناخدو اول باي سايد ثم كنعكسو عكس الاتجاه باش نكريو اللو وكناخدو السيل سايد، عاد كنشدو الطريق باش نكريو الهاي. وهذا هو البروفايل اللي كيخسروا فيه الاغلبيه ديال لي تريدر اللي كيتريديو الاوبن ديال السيزون اولا الاوبن ديال الشمعة. اذا كيف ما قلت لكم، الا كنتي كتفكر باش تاخد الصفقه في هذا البروفايل فراه ضروري غادي تسنى حتى دوز هاد العمليه كامله ديال ان البرايس يدير لينا الاوبن ويطلع ياخد لينا اول باي سايد، ثم يهبط عاوتاني عكس الاتجاه باش ياخد السيل سايد، عاد من بعد كيهبط باش يكري اللو ديال الشمعة، من بعد عاد كندخلو في الطريق الصحيحة اللي هي الاكسبانشن. هنا فين غادي تكون الصفقة ديالك تحت الاوبن، وتاني صفقة تقدر تاخدها هي فوق الاوبن، والتارجت ديالك هي اول باي سايد ليكويديتي. وكخلاصة باش تفهموا الفرق اللي كاين ما بين هاد جوج بروفايلات، هو ان
البروفايل الاول فاش كانت تحل الشمعة كنهبطو هو الاول تحت الاوبن باش ناخدو السيل سايد ونكريو اللو، عاد كنطلعو نكريو الهاي. والبروفايل الثاني كتحل الشمعة كنطلعو النيشان فوق الاوبن ناخدو اول باي سايد، عاد كنهبطو عكس الاتجاه باش ناخدو السيل سايد ونكريو اللو تحت الاوبن، عاد من بعد كتجي الموف الحقيقية وكنطلعو نكريو الهاي. دابا غادي نشرح لكم الطريقة اللي غادي تعرف بها اش من بروفايل اللي غادي يكون عندك في هذيك الشمعة باش تريديها. وكيف شرحنا من الاول باللي عندنا جوج ديال البروفايلات في الشمعة ديال الهاي بروبابيليتي. اهم حاجة خصك تركز معاها نتايا هي الاوبن ديال الشمعة، حيت هاد الاوبن هذا الاغلبية ديال لي تريدر ما كيردوش البال مع الاوبن، وداك الشيء علاش دابا الانديكاتور جديد ديالكم ولا الفلتر جديد ديالكم هو الاوبن، حيت هو اللي غادي يوريكم اش من بروفايل اللي غادي يتكون عندنا في هذيك الشمعة. اين فوا كيحل البرايس كنتراسيو الافتتاح ديالها، كنشوفوا الشمعة الاولى واش غادي تكون بيريش كاندل واش غتبدا بالهبوط ولا غادي تكون بوليش كاندل غادي تبدا بالطلوع فوق الاوبن. كيف ما قلنا في البروفايل رقم واحد فراه ضروري فاش كنديرو الاوبن كنهبطو عكس الاتجاه، عاد كندخلو في الاكسبانشن. وفي البروفايل الثاني كنبداو بالطلوع بوليش كاندل فوق الاوبن. اذا فاش كتكون بوليش وكتسنى البرايس باش يهبط تحت الاوبن باش تاخد الباي، فراه الا دار لك العكس وبدا بالطلوع فراه ما كدير والو، كتسنى البرايس حتى ياخد الباي سايد ليكويديتي والسيل سايد، عاد كتدخل انت في التريد. الا كانت الشمعة الاولى غتبدا بالهبوط تحت الاوبن فراه غالبا غادي يكون عندنا البروفايل الاول اللي هو الكلاسيك بروفايل. وإلا الشمعة الاولى بدات بالطلوع غادي الباي سايد ليكويديتي فراه غالبا غادي يكون عندنا البروفايل رقم جوج. اذا انت كمتداول الدور ديالك هو تركز مع الاوبن باش نخليو البرايس يبين لينا اش من بروفايل اللي غادي يتكون عندنا ونكملو مع حنايا. يا غادي يهبط تحت الاوبن باش ناخدو معاه الباي، ولا الا جا وحل النيشان وطلع فراه عندك جوج ديال الاختيارات، يا غادي تسنى البرايس حتى ياخد الباي سايد ليكويديتي ويهبط للسيل سايد عاد تاخد الباي في الطريق الصحيح، ولا مع كيحل البرايس وكتاخد مع الباي الاول باي سايد ليكويديتي. وهذا هو البروفايل اللي كيخسروا فيه الاغلبيه، كيجي كياخد الباي مع الاوبن وكيتارجيتي الماجور ليكويديتي وكيجي البرايس كياخد غير اول باي سايد ليكويديتي كيهبط عاوتاني باش يجيب السيل سايد، كيدخلوا التريدرز معاه في السيل وكيرجع البرايس للموف الحقيقيه وكياخد لهم ستوب لوس. اذا الا لقيتي مع هذا البروفايل فراه ضروري خصك تسنى هذه العمليه حتى دوز، يجي البرايس يحل ياخد لينا الباي سايد ليكويديتي والسيل سايد ليكويديتي، عاد ناخدو حنا الباي. وهذا ما كان. اول حاجه هاد الاوبن علاش ضروري؟ حيت هو اللي كيفلتري لينا اش من بروفايل اللي غادي تكون عندنا، بروفايل واحد ولا البروفايل جوج ديال الهاي بروبابيليتي، عاد كيفلتري لينا البروفايل ديال اللو بروبابيليتي كاندل. ورابع حاجه كيورينا البريميوم والديسكاونت. وهاد اللوجيك اللي شرحنا فراه كينطبق على الكيلزون الاوبن ديال السيزون، حتى هي كيتكون في هاد البروفايلات، يا الاول يا الثاني. غادي ندوزو لو بروبابيليتي كاندلز وغادي نشرحوهم كيفاش كيتكونوا. نبداو. عندنا بوليش كاندل ديال لو بروبابيليتي. وعلاش سميتها لو بروبابيليتي؟ حيت كما كتشوفوا ما مكرياش لينا الويك، ما دايرش لينا الويك ديال الشمعه، حيت كيف ما قلنا الاصل ديال الشمعه كيفاش هي مصنوعه. الا كانت عندنا بوليش كاندل فراه ضروري غدير لينا اوبن لو هاي كلوز. كيف ما كتشوفوا في هذا المثال هاد الكاندل دايره لينا غير اوبن هاي كلوز، ما دايرش لينا اللو. دابا غادي نشرحوا هاد اللو بروبابيليتي كاندل كيفاش كتكون عندنا في اللاور تايم فريم. نبداو. كيف ما كتشوفوا فاش كيحل البرايس، كما كتشوفوا البرايس كيبدا بالطلوع وكيمشي النيشان يجيب لينا الماجور ليكويديتي التارجت ديال النهار.
فاش كتحل عندنا الشمعة فراه البرايس هنا ما كيهبطش تحت الاوبن باش يكريي اللو. مع كتفتح الشمعة كيطلع النيشان فوق الاوبن وكيمشي يجيب الماجور ليكويديتي التارجت ديال النهار وكيدير الكلوز. ماشي بحال البروفايل الثاني ديال الهاي بروبابيليتي كاندل كيبدا حتى هو بالطلوع ولكن كيجيب غير الباي سايد ليكويديتي وكيهبط يجيب السيل سايد عاد كيشد الطريق الماجور ليكويديتي ولا التارجت ديال النهار. وهذا هاد البروفايل ديال لو بروبابيليتي فراه مع كيفتتح البرايس كيطلع النيشان كيجيب لينا التارجت ديال النهار ما كيهبطش تحت الاوبن. داكشي علاش كتسمى لو بروبابيليتي كاندل حيت ما مرسوماش بالطريقه اللي مصنوعه بها هي. ومن الاحسن انك تفادى ما تريديش فيها حيت الا ولفتي تريدي فيها فراه فاش كيجيك البروفايل الثاني ديال الهاي بروبابيليتي كاندل تما فاش كتخربق عندك الامور. الا بغيتي تخرج سيف في التريد ديالك وبغيتي تاخد صفقه في هاد البروفايلات من الاحسن تارجيتي اول باي سايد ليكويديتي باش الا جاك البروفايل جوج ديال الهاي بروبا غادي تكون خرجتي بالتي بي ديالك وإلا جاك اللو بروبا غتكون خرجتي بالتي بي ديالك. وهادي علاش رسمت لكم حداها هاد ليكزومبل ديال الهاي بروبابيليتي كاندل حيت كاين واحد التشابه فاش كيحل البرايس كيتشابهوا في واحد الحاجه. داكشي علاش الا بغيتي انت تبقى تاخد غير الكلاسيك بروفايل فراه ديما الا كنتي مثلا في البايس بوليش ولا كتونتيسيبي النيكست كاندل غادي تكون بوليش فراه غادي تراسي الاوبن وغادي تسنى البرايس يهبط تحت الاوبن هو الاول باش ديك الساعه تاخد الباي. اما اين فوا البرايس كيبدا بالطلوع فراه كتخليه. يقدر يكون عندك هذا البروفايل ديال لو بروبا وهذاك النهار ما غاديش تريديه ولا يقدر يكون عندك البروفايل ديال الهاي بروبا كاندل وغتسنى ديك العمليه دوز من الباي سايد للسيل سايد عاد ندخلوا في الموف الحقيقيه. وهذا ما كان. وهنا شنو غادي تستافدوا فاش غادي تولي مركز على الكرييشن ديال الكاندل وكتركز على البروفايلات اللي كيتكونوا بها اللي شرحناهم اليوم فراه النظره ديالك على الماركت غادي تبدل توضح لك الصوره مزيان وما باقيش غادي تخربق في التريدين ديالك. وحيت الالغوريثم وهذا المجال كيخدم بالبروبابيليتيز داكشي علاش كاينين عندنا 3 ديال البروفايلات فكل مره كيبان واحد. وهنا غادي نكونوا سالينا الدرس ديال اليوم واخا كاين بزاف ديال الشرح حاولت نختصر لكم المعلومات والكونسيبت باش كنخدم. وهذا الدرس اللي عطيتكم اليوم هو اللي غادي يعطيكم واحد النظره واضحه على الماركت وما باقيش غادي يكون عندكم داك التشويش. كنتمنى تركزوا معاه وتستافدوا من الكونسيبت اللي شرحت لكم. وهذه غير البدايه ديال السلسله اللي غنشرح لكم على الكونسيبت اللي كنخدم به. اليوم عطيتكم راس الخيط وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نزيدكم. ركزوا مزيان معايا والله يسهل الجميع. وهذا ما كان شباب والله يوفقنا جميعا.